هقول لك سر كل الناس اللي بتعمل دايت عارفاه بس مش بترضى تقوله بصوت عالي. السر ده ان 9 من كل 10 بيعملوا دايت بيرجعوا يزيدوا تاني، يا اما بيزيدوا شويه من اللي خسوهم، يا اما بيزيدوا كل اللي خسوه، يا اما بيزيدوا اكتر من اللي خسوه. يا ريت بس تقولي في الكومنتات هل تعرف حد بعد ما خس رجع زاد تاني ولا لا، لان ده سؤال مهم وعاوز الاجابات منكم انتم. ازاي بقى انت صديقي فمش هسيبك، انا قلت لك انا صاحبك في الرحله، ازاي انت تبقى الواحد اللي ما بيزيدش تاني؟ ازاي ما تبقاش من التسعه؟ ده اللي انا جاي اقول لك فيه. اول حاجه، التسعه اللي بيزيدوا تاني دول اللي هم المعظم، يعني اللي بعد ما بيخس بيزيد، بيعملوا ايه؟ هو بيزيد لانه ما غيرش اللايف ستايل بتاعه فعلا، نمط حياته ما اتغيرش. يعني ايه؟ يعني هو كان واحد بيستسهل دايما فبيركب العربيه بتاعته ويروح المشاوير، فضل هو اللي بيستسهل وبيركب العربيه بتاعته ويروح المشاوير. واحد لو طلع لاول الشارع كان يا اما بيطلب الحاجه بدليفري، يا اما بيروح برضو بالعربيه بتاعته او بياخد تاكسي. فلو نمط الحياه الشكل بتاعها العام ما اتغيرش، فانت دايما هترجع تاني للنقطه الامنه بتاع للكومفورت زون بتاعتك. فده جزء. الجزء التاني ان النقطه البريكنج بوينت اللي هي كانت مزوداك قبل كده، انت جوه الدايت كنت بتاخدها في الفري كتير، فهي فضلت هي في عقلك، فاول ما سبت الدايت رجعت لها. يعني ايه؟ يعني انت اللي كان تخرك السناكس، الشيبسي والبيبسي والبسكوت والكاراتيه وبتاع ومش عارفه ايه وكده. طيب انت جوه الدايت كنت بتستنى الفري عشان تروح تاخدهم، تروح تاخد دي النقطه التانيه، تروح تاخد دول تاني هم. فايه اللي بيحصل؟ ان انت بتفضل جوه عقلك نفس الماده اللي انت بتحبها هي دي اللي انت عاوزها، فاول ما تسيب الدايت ترجع لها تاني. وطبعا احنا عارفين ان البسكوت والشيبسي والكاراتيه دي سعرات فارغه، فانت بتاخد منها كتير جدا وهي بتعلي سعراتك قوي. فدي النقطه التانيه. النقطه التالته ان انت بتقفقف وانت عامل دايت يا صديقي. مش بهاجمك، بس لو انت عامل دايت كده وانت مش مظبوط، انت مش مظبوط يا واد، اللي هو ايه في بقى الدايت دوت واتمنى اليوم اللي يخلص فيه ونزلت نص كيلو بس ادي النيله فانت مشحون بطاقه سلبيه طول رحلتك. من الطبيعي ومن المنطقي ان اليوم اللي هتوقف فيه انت هترجع على النقيض تماما. طيب هل ده زرار فانا اقول لك النبي بقى لطيف؟ لا يا عم، حبه فعلا. ليه؟ لان هو دوت الصح يا جماعه، احنا بنعمل الصح عشان هو ده الصح. يعني انا في واحده لسه كانت بتقول لي ايه، انا بس عشان ما اطلعش بره الفيديو، هي كانت بتقول لي ايه، انا عملت مجهود كبير وما خسيتش كويس، خسيت مثلا نص كيلو بس، وانا كنت المفروض انا عامل حسابي اخس 2 كيلو. فقلت لها، ما قلت لها يا بنتي احنا بناكل صح عشان ده الصح، انت مش بتاكلي صح عشان تخسي كذا دلوقتي، احنا بناكل صح عشان ده الصح، عشان ده اللي المفروض نفضل نعمله. فالمهم ان دي النقطه الثالثه، ان انت بتقفقف طول محاوله الدايت، انت تحت ضغط من افكار ان انا عاوز اخلص، عايز اطلع بره الرحله دي بقى واخلص خالص، فانت بتتحول للنقيض خالص. النقطه اللي بعد كده يا صديقي ان انت مجهودك البدني ما اتغيرش. يعني انت مثلا حد كان 150 كيلو ففي اليوم بتعمل لك 3000 خطوه، طب انت بقيت 80 كيلو، اعمل بقى 10000 خطوه، خليك حركي، افرك، خليك جوه البيت عمال رايح جاي وبتاع ومش عارفه ايه وكده. طيب التسعه اللي هما بيرجعوا تاني هما اللي ما عملوش الحاجات دي. طب ازاي بقى تبقى الواحد؟ هو ده بقى الفيديو، ازاي تبقى الواحد اللي ما رجعش. بص يا صديقي، اول حاجه ان كل افكار الدايت لازم تحافظ عليها. منها ركز معايا واكتب، ويا ريت تخلي الفيديو ده عندك، ان احنا بناكل بروتين وخضار بكميات عاليه جدا، الالياف والبروتين بتاع العضلات بتاعتنا، فده ما ينفعش يقل. دول لو قلوا بعد وانت بتثبت، لو قلوا انت بقيت عرضه انك تعوض احتياجك من ايه؟ اهي من المواد التانية اللي هي فيها سكر ونشويات، فتبدا تزيد. فيبقى اذا انك اليوم اللي انت هتبدا فيه تثبيت، انت هو ده اليوم اللي هتبدا فيه بتاكل بروتين وخضار بكميات اعلى شويه. الحاجات السهله جدا في انك تاخدها اوعى ترجع لها، زي السكر اللي بنحلي بيه، ده حاجه في ثواني بتقعد تحطها وما تاخدش بالك، في اليوم شربت 10 15 حاجه سخنه، في اليوم شربت 15 معلقه سكر، ده ما ترجعلوش. يا اما تسكر بسكر دايت، يا اما ما تحطش سكر خالص. والمفروض في خلال رحلتك تتعود على كده. المشروبات دي مصيبه، المشروبات من اول طبعا المشروبات الغازيه للعصاير دي مصيبه، لانك بتاخدها بسهوله، ايزي اكسس، انت حاجه عمال بتاخدها. يعني ايه لما تاكل؟ لو انت اكلت محشي وبط مش هتعرف تاكل فيه كميه كبيره جدا. مفيش حد يا جدعان بيزيد من المحشي وبط، بيزيد من ايه؟ ما ديزرت، من سكريات.
من مش عارفه عصاير، من بيبسي، من الحاجات اللي سهل انك تاخد منها حاجه كبيره. محدش هيزيد وهو بياكل دقيق اسود، عيش اسود، هتزيد وانت بتاخد دقيق ابيض عشان طعمه حلو وبتاع وطري وانت عمال بتستهلك منه كتير. فاذا انك عشان تبقى الواحد مجهودك البدني والحركي لازم يزيد في الحاجات العاديه، الديلي اكتيفيتيز. بتفرق، تروح تجيب الشاحن من هنا وتعمل مش عارفه ايه. النقطه التانية، ما تقللش البروتين والخضار لما تخلص دايت. النقطه التالتة، والله يعني هي دي النصيحه اللي في الفيديو، ان الحاجات اللي سهل انك تاخدها بكميات كبيره دي النقطة اللي أرجوك ما ترجع لهاش. هل أنا قصدي إنك ما ترجعلهاش خالص؟ لحد ما تسيطر تماما على وزنك فترة طويلة، يكاد يعني تقرب من سنة. بعد كده ممكن تاخدها بنسب بقى بسيطة كده وبتاع، هتلاقي نفسك عديت ووزنك وعقلك وجسمك فهموا اللعبة الجديدة، وهو إن ده لوزنك الجديد. في الآخر الفيديو ده من أهم الفيديوهات اللي أنا عملتها، فأتمنى تبقى استفدت وتقولي في الكومنتات استفدت ولا لأ، واكتب لي أسئلة أرد عليها دايما يعني.